والنصارى اختلفوا فيه طوائف، فمنهم من قال أنه هو الله، ومنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة، وكل هؤلاء كفار كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي أناس في زماننا هذا ينتسبون للإسلام ويحكمون للنصارى بأنهم مؤمنون، ويحكمون للنصارى بأنهم على دين صحيح، وبعضهم لا يدري هل النصارى كفار أو ليسوا بكفار. فهذه الأقوال معاشر المسلمين، من صحح ما عليه النصارى ومن اعتقد أن دينهم صحيح أو أنهم على جانب من الحق أو شك في كفرهم هل هم كفار أو لا، فهذا كافر خارج عن الإسلام بإجماع الأمة، لا خلاف بين علمائها. مزلق خطير من المزالق التي يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان، حيث لا يكفرون النصارى ولا يعتقدون كفرهم، بل يعتقدون أنهم على دين صحيح وعلى جانب من الحق، أو على أقل تقدير لا يدري هل هم كفار أو ليسوا بكفار. هذه مزالق خطيرة وناقض من نواقض الإسلام، يهدم الدين ويهدم الإيمان. ألا وإن من الوسائل والطرق المؤدية لمثل هذه المزالق الخطيرة التشبه بالنصارى، التشبه بالكفار، هذا الذي يجعل كثيرا من الناس يصحح ما هم عليه ويعتقد أنهم على دين صحيح. التشبه بهم ذريعة إلى محبتهم وذريعة إلى مثل هذه النواقض الخطيرة. ومن التشبه بهم الاحتفال بأعيادهم والتهنئة بها، كما يحصل من كثير من المسلمين في هذه الأيام القادمة من الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. زعموا والمسيح عندهم هو الله وهو ابن الله، فعيد ميلاد المسيح يعني عيد ميلاد الرب أو عيد ميلاد ابن الرب. أترضى يا مسلم أن تحتفل بعيد ميلاد الرب أو بعيد ميلاد ابن الرب وأنت تعتقد أن الله واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ترى كثيرا من بيوت المسلمين تتهيأ للاحتفال بالكريسماس، وترى كثيرا من المحلات تتهيأ لبيع ما يستخدم في ذلك اليوم وفي تلك الليلة المشؤومة، وترى كثيرا من الفنادق والمراقص والملاهي الليلية تستعد للاحتفال بهذا العيد الكفري وهذا العيد الباطل في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين يحصل هذا للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يحملهم على تصحيح ما هم عليه، ما عليه النصارى، أو على أقل تقدير يحصل عندهم الشك هل هؤلاء على كفر أو ليسوا على كفر. وكل ذلك تكذيب لله تبارك وتعالى الذي كفرهم في كتابه وعلى لسان رسوله القائل: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله في النار، إلا كبه الله في النار. عباد الله، اتقوا الله واحذروا مثل هذه المزالق الخطيرة. في هذه المدينة قبل الحرب كانوا يحتفلون احتفالات عظيمة بهذا اليوم، فنادق للفجور وفنادق للعهر وشرب الخمور وتناول المخدرات والحشيش، وهكذا مراقص وهكذا ملاهي إلى آخر ذلك. فابتلانا الله بالحرب، وهو صوت لاذع لو كنا نعقل أو كنا نستيقظ، صوت لاذع أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نرجع إلى الدين، دين محمد
صلى الله عليه وسلم ونعتز به، لكن نرى بوادر في هذه الأيام بعد الحرب في التوجه للاحتفال بمثل هذا العيد الكفري الباطل. تحتفل بعيد النصارى وهم يتضامنون مع الرافضة في كل بلاد يهجم فيها الرافضة على المسلمين، يتحالف معهم اليهود والنصارى، وأنت تحتفل بعيدهم وهم يقتلون المسلمين في سوريا في بلاد الشام ليلا ونهارا، وأنت تحتفل بعيدهم وتهنئ بهذه الأعياد الباطلة. كيف يليق هذا بمسلم؟ يا عباد الله اتقوا الله. هذه الحرب درس في أن نرجع إلى الله عز وجل وأن لا نكون أذنابا لليهود والنصارى. نعم، لا يجوز الاحتفال بهذا العيد ولا التهنئة بهذا العيد ولا بيع الهدايا والتحف والحلويات وما شابه ذلك في هذا اليوم وفي هذا العيد. اتقوا الله جل وعلا ولا تقعوا في هذه المزالق الخطيرة